انا مش عارف اذاكر. صديقي الصدوق، لسه جايب في سيرتك بالخير والله. المهم يا صديقي، خلينا نتكلم جد شويه. في الفيديو اللي فات فهمنا ليه لازم نذاكر، وكسرنا فكره الهروب من المذاكره. فالمفروض منطقيا انك تبقى عارف ومقتنع انك لازم تذاكر، بس اللي بيحصل غير كده خالص. تبقى فاهم ومقتنع 100%، ومع ذلك مش بتبدا. بمعنى صح، مش عارف تبدا. فكره فيديو النهارده هتبقى متقسمه على 3 افكار: قبل المذاكره، وازاي تذاكر، والخاتم. ودلوقتي هنتكلم عن الفقرة الأولى في الفيديو، وهي قبل الوصف. بص يا صاحبي، قبل ما تسمي الله ونفتح الكتاب، لازم نتفق إن المذاكرة دي زي عزومة السمك كده. لو ما جهزتش السلطات والعيش والطحينة، مش هتعرف تاكل بمزاج. وعشان نفتح شهيتنا للمذاكرة، لازم نركز في ال4 خطوات دول. أولا، البيئة اللي حواليك. اول حاجه، المكتب اللي انت قاعد عليه ما ينفعش يبقى شبه سوق الجمعه. لو قدامك كراكيب وورق مرمي وحاجات ملهاش اي علاقه بالمذاكره اساسا، مخك هيفضل مشتت قبل ما تبدا الدراسه اساسا. فالفكره، الموضوع مش رفاهيه، بس ببساطه كل ما المكان كان اهدى وانظف، تركيزك بيبقى اسهل واقوى. ففضي الدنيا قدامك وخلي قدامك الحاجه اللي هتذاكرها بس. وكمان يعني ما تعمل جنة الحاجه يا اخي، ده الجنه تحت اقدام الامهات، اتقي الله. تاني حاجة وهي المية. ازازة المية دي هي تبريد CPU بتاعك. المذاكرة مجهود ذهني جبار، ومخك لو عطش هيهنج. وهتلاقي نفسك بتقرا السطر 10 مرات، وهتلاقي نفسك بتقرا السطر 10 مرات. و طبعا مية. وهتلاقي نفسك بتقرا السطر 10 مرات ومش فاهم منه ولا كلمة. المية بتخلي الدم يوصل للمخ بشكل أسرع، فاللي هتقعد تفهمه في ساعة هتجيبه في 10 بعد ما تشرب. فدايما خلي إزازة المية جنبك. كل ما تحس إن أنت بدأت تتوه، خد لك بق مية. تالت حاجة وهي الإضاءة. بص يا صاحبي، ركز معايا في حتة الإضاءة دي بالذات، لأنها بتفرق جدا في إنك تذاكر ساعتين كاملين، أو تذاكر 5 دقايق وتلاقي نفسك نمت على نفسك. الإضاءة الضعيفة أو الصفرة بتبعت إشارة لمخك إن الوقت ليل، فيبدأ يفرز هرمون النوم. وساعتها أنت بتكافح عشان تفضل صاحي أصلا، وكمان عينك بتتعب أكتر. فبتلاقي نفسك بتقرا مش فاهم حاجه، وبتقفل الكتاب بعدها وتقول انا اللي مش مركز. في الحقيقه النور هو السبب. عشان كده دايما خليك في اضاءه قويه او نور الشمس، ولو تقدر تذاكر الصبح بصراحه يبقى افضل حاجه. رابعا، ونيجي عند اهم نقطه: الموبايل. نيجي لاكبر مشتت في التاريخ. بص بقى يا صاحبي وركز معايا قوي. لو انت من الناس اللي مش محتاجه الموبايل وهي بتذاكر، فبالله عليك فين الموبايل؟ هو فين؟ هو فين؟ جبت الموبايل. ولو انت من الناس اللي بتذاكر من غير موبايل، فبالله عليك ما تخلوش جنبك، ارميه. حطه بعيد عنك على السرير، في الدرج، تحت الكنبه. لان مجرد وجوده قدامك بيخلي مخك مستني منه اي اشعار او اي هروب سريع، وده بيخليك تسرح حتى لو ما لمستوش. اما بقى لو انت من الناس اللي مذاكرتها كلها على الموبايل، PDF، منصات، فيديوهات، فانت ليك حل عندي. اكيد مش هقول لك تنين، بس الفكره ان المشكله مش في الموبايل نفسه ساعتها. المشكله انك سايب كل حاجه مفتوحه على الموبايل. يعني تدخل تفتح PDF وبعد 10 دقايق تلاقي نفسك فاتح ريلز الانستا وناسي انت كنت فاتحه ليه اصلا. وعشان كده استخدم برامج زي اب بلوك. الفكره منه بسيطه جدا: تقفل اي تطبيق بيسحبك عن المذاكره لفتره معينه، او تحط كلمه سر وتديها لحد، ولما تخلص مذاكره تكتب كلمه السر وتحطها. ساعتها الموبايل بيتحول من اكبر مشتت في التاريخ لاداه تساعدك فعلا تخلص اللي وراك وتمشي. نيجي بقى لأهم جزئية في الفيديو: ازاي تذاكر لما مخك مش طايق يفتح الكتاب اصلا. واول حاجة لازم تبقى فاهمها ان انت مش لازم تبقى موتيفيتد عشان تبدأ. دي اكبر كذبة الناس صدقتها. الشغف مش بيجي الاول، الشغف بيجي بعد ما تبدأ فعلا. وعشان كده ما تقولش هقعد 5 ساعات واخلص الدنيا، انت مش داخل حرب استنزاف حضرتك. لان مخك اول ما يسمع الرقم ده هيخلق.
لازم دايمًا تبدأ بحاجة صغيرة، قُل لنفسك هاقعد 10 دقايق بس، هتقول لي بس 10 دقايق؟ هاقول لك آه يا أخويا، اقعد 10 دقايق بس اقعدهم الأول، 10 دقايق تقرا فيهم، تحل فيهم، أو حتى تفهم فكرة واحدة، وغالبًا بعد أول 10 دقايق هتلاقي نفسك كمّلت لوحدك. كمان ما تبدأش بأصعب حاجة عندك عشان تثبت إن أنت جامد، ابدأ بحاجة سهلة تدخّلك في مود التركيز الأول، وبعدها اسحب نفسك كده تدريجيًا، ولو سرحت وأنت بتذاكر عادي، ما تقعدش تجلد نفسك وتقول أنا فاشل، أنا مش باعرف أذاكر عشان مش باعرف أركّز، لأ، التركيز مش إنك ما تسرحش، التركيز إنك كل مرّة تسرح تعرف ترجع بسرعة وتركّز تاني. نيجي بقى لجزئية الذكاء الاصطناعي، صاحبك الجدع والّا اللي بيسوّحك؟ بالنسبة بقى للذكاء الاصطناعي أغلبنا بيستخدمه غلط، هتقول لي غلط إزاي يعني؟ أقول لك يا سيدي، بُص يا زميلي عشان نكون واضحين، الAI مش معمول عشان يذاكر مكانك وأنت قاعد زي الحاج متولي حاطط رجل على رجل ومستني الشهادة تيجي لك عند البيت، الفكرة كلها إنه موجود عشان يكسر لك هيبة البداية، يعني مثلًا لو فتحت درس ولقيت فيه كلام معقد وكأن اللي كاتبه مش عايزك تفهم، فبدل ما تقفل الكتاب وتروح تبحث على اليوتيوب على قناة Zevolution روح افتح ChatGPT وقُل له يا بطل، يا دبّاب، يا مكنة كوري، اشرح لي الجزئية دي، هتلاقيه بسّط لك المعلومة لدرجة إن أنت هتقول هو ده اللي كنت شايل هَمّه؟ ولو عندك PDF طويل عريض لدرجة إن الدكاترة تقدر تستخدمه تخدير في العمليات، أدوات زي notebook LM بتمسك لك الملف كده وتنشره كده تنشره تمسك لك الملف كده وتنفضه كده وتنشره وتلخّصه وتشرحه وتطلّع لك أهم الأسئلة وتدّيك امتحانات وتعمل لك كل اللي نِفْسك فيه. فالAI هنا وظيفته إنه يهد لك الجبل اللي أنت هتبدأ فيه ويخلّيه تلال كده بُص، فتقدر تطلع التَلّة دي بمجهود بسيط وصغير ومش نَفْس التعب اللي كنت لمّا تيجي تلخّص بقى وتعمل. فهيخلّيه مجرّد تَلّة صغيرة تقدر تطلعها بأقل مجهود. بس خُد بالك عشان في فخ بيُقع فيه كتير مننا، أنا كان عندي واحد صاحبي حرفيًا كان فاكر إن الAI طريقة مذاكرة مش مجرد أداة تستخدمها عشان تسهّل لك الدنيا، يعني يروح جايب الدرس لChatGPT أو Gemini ويقول له لخّص لي، بعد ما يقول له يا بطل ويا دبابة ويا مكنة هاكلمك. بعدين ياخد الملخص اللي أخده من Gemini أو ChatGPT ويحفظه زي ما هو، وشكرًا على كده، إن الله يحب المحسنين. ييجي وقت الامتحان يبُص في الورقة على أساس إنه مذاكر بقى وكده، يلاقي نفسه في آخر الوقت بيسلِّم الورقة مش مكتوب عليها غير اسمه الثلاثي، والمصيبة إنه كتبه عشان حافظه في الابتدائية بالغلط أساسًا. ده بقى يا صاحبي أكبر غلط، لأنك وقتها ما كنتش بتفهم، أنت كنت بتستهلك معلومة جاهزة الAI عملها لك ولخّصها لك وأنت خدتها حفظتها من غير ما تدّي أي انطباع منك، ومخك كان في وضعية الخمول. الAI يساعدك تبدأ ماشي، يبسّط لك المكعكع ماشي، لكن الفهم الحقيقي لازم يطلع من دماغك أنت. عشان كده أول ما الAI يخلّص مهمته ويبسّط لك الدنيا، اقفل الشاشة خالص وحاول تكتب الفكرة دي بطريقتك أو اشرحها لواحد صاحبك أو بصوت عالي لنفسك. اللحظة اللي بيبدأ مخك يعيد فيها صياغة المعلومة بلسانك أنت، هي دي اللحظة اللي بتخلّي المعلومة تلزق في نافوخك وما تطلعش منها. فمن الآخر استخدم الذكاء الاصطناعي كموتور يزُقّك مش كعكاز يخلّي مخّك ييجي له كساح ويبطّل يفكّر، وفي الآخر المذاكرة عمرها ما كانت إن أنت تقعد قدّام الكتاب بالساعات، الفكرة كلّها إن أنت تعرف تبدأ وتعرف ترجع كل مرّة مخّك يحاول يهرب منّك، مش لازم تبقى مثالي، مش لازم تبقى motivated، أنت بس محتاج تبطّل تستنى اللحظة المثالية، وتبدأ حتى لو بمجهود صغير قد كده، قد كده. عشان في الآخر الفرق ما بين الشخص اللي بيتقدّم والشخص اللي واقف مكانه، مش إن واحد أذكى من التاني، الفرق إن واحد بدأ والتاني مستني اللحظة اللي يحس نفسه فيها جاهز. السؤال الحقيقي هو أنت فعلًا مش عارف تذاكر والّا أنت بس بتهرب من إن أنت تبدأ؟ كان معاكم زيزو، أشوفكم في فيديو تاني، سلام عليكم.